ازاي توصل للمؤخرة البرازيلية بنحت وشفط وحقن الدهون. طب ممكن توصل ازاي؟ ممكن توصل ان كل السيدات والبنات حلمهم حلم الفنانات سواء الاجانب او العربيات والمصريات. الحلم ده بيتحقق ازاي؟ بيتحقق ان حضرتك عندك دهون في البطن، دهون في الاجناب من ورا، دهون في البرا اريا، دهون في الخصر من قدام من الجنبين ومن قدامهم جزء منه من ورا، دهون في الفخدين حوالين الركبه، دهون في الفخدين من الامام. بناخد احنا الدهون دي عن طريق نحت الدهون باستخدام احدث الاجهزه، التراسونيك، الفيزر، البوليتايت، او متنوع. يعني ممكن في العمليه الواحده نستخدم الثلاثه دول. والمكان اللي شفطنا منه دهون بنستخدم له حاجه اسمها الجي بلازما علشان نشد مكان الجلد في منطقه شفط ونحت الدهون. النهارده هنتكلم عن ازاي نرسم المؤخره البرازيليه اثناء عمليه نحت وشفط الدهون، ومعانا في الاعداد مجهزين لنا بعض الفيديوهات او بعض الموديلز اللي هتشوفوهم هتعجبكم قوي قوي. ايه الفيديوهات الحقيقيه لايف. بنتكلم دلوقتي عن ادي احنا جايبين لكم موديل تمثالي يعني عشان نقدر نشرح على الحقيقه، فجايبين موديل. ايه الرسومات اللي انا راسمها دي؟ المنطقه المثلث الرئيسي اللي هو الاحمر مرسوم بالاحمر فوق هنا، الرسم اتمسح عشان ده وايت بورد. المثلث اللي فوق ده لوحده لما بننحته بيظهر اللاند مارك، العلامه الفاصله بين الظهر والارداف او بين الظهر والمؤخره. بيجي الظهر ماشي كده اللي هو العمود الفقري وفوقيه العضلات وفوقيه الدهون. احنا بننحت الدهون فوق العضلات اللي في منطقه الظهر. طبعا الظهر هنا ناقص مش موجود في التمثال عشان نعرف نتعامل معاه ونمسكه. بننحت لغايه هنا وندخل دي لجوه، فتيجي يحصل زي نوع من انواع ستيبنج. انت ماشي 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 وبعدين فجاه حصل انحراف للخارج او انحناء للخارج اللي هو حرف سي لبره. يبقى دي اول لاند مارك. المثلث ده لما بننحته بيدي رسم كويس قوي للفرق اللي بين المؤخرتين من ناحيتين في النص. بيدي كمان علامه جماليه اخرى هعملها لكم بالقلم الاسود. هنا بتبقى فيه نغزه وهنا بتبقى فيه نغزه او غمزه. غمزه يعني انخفاض للداخل. الغمزه اللي للداخل دي علامه من علامات الجمال، دايما نشوفها في عرضات الازياء والفنانات لما كانوا بيلبسوا زمان ظهر مكشوف في حفلات والسهرات بتاعه المناسبات زي مهرجان كان، مهرجان القاهره السينمائي، مهرجان الجونه. زي المهرجانات دي لما تشوفوا بالذات لما تبقى فنانه لابسه ظهر مكشوف تلاقي النغزتين دول باينين قوي في الظهر من ورا. في ايه تاني؟ في المنطقه اللي احنا خلصنا المؤخره كده، نتكلم عن المنطقه اللي تحتها اللي في الفخذ من تحت، اللي هي لو لابسه مايو بيكيني اخر المايو الخط الاسود المرسوم ده، المنطقه الحمراء اللي انا مظللها بالاحمر دي ومخططها كده. لما بننحت الحته دي يبقى انا بالظبط كاني عملت حاجه اسمها كونتراست. انا دخلت دي لجوه، دخلت دي لجوه، قامت دي اللي عين شافتها كانها طلعت لبره. انا لسه ما حقنتش دهون، انا بتكلم في الجزء الاولاني اللي هو نحت الدهون. اثناء العمليه بننحت دي بحيث نسويها ببقيه الايه الفخذ من الخلف، وننحت دي نسويها ببقيه الظهر من فوق. وطبعا ممكن ننحت الظهر عشان نعمل الخصر مع المنطقه دي تدي الكيرف الجانبي اللي هنا ده وده. لما بننحت دي والخصر من ناحيتين والمنطقه دي بتدي بروز غير مباشر وارتفاع للخارج منطقه الارداف. يبقى احنا كده عملنا تقريبا 50-60% من تكبير المؤخره من غير ما نحقن دهون. طيب نيجي بعد كده نعمل ايه؟ نحقن دهون. طبعا هنحقن دهون في المنطقه المدوره دي. معانا فيديو لتكبير المؤخره بما يتناسب مع الشكل اللي الانثى جايه بيه او البنت او السيده جايه دي. جايبينها منين؟ من نفس اديني زي ما احنا لو هي عندها ده المنطقه دي ادي الفتحه الصغيره الخرم الصغير اللي احنا بنحقن فيه ده، بس ده اللي هنحقن منه هو اللي منخفض كل المؤخره وبما فيها المنطقه او لو عندها ركزوا معانا في صوره قبل وبعد.
الصوره اللي على يمين الشاشه وانت قاعد دلوقتي دي اللي هي البلاستر اهو لسه ما اتشالش مكان الحقن، بنحط بلاستر خفيف. الجرح ده لما بيقفل ما بنشوفلوش اثر، منخفضه. وده ده الكانيولا اللي يبقى احنا ايه عندنا 3 مناطق 1 مللي، يعني 1/10 من السنتي. شفتها من نفس المريضه معانا فيديو لتكبير المؤخره. بناخد يعني امهات خلايا الدهون اللي هي تعادل او تماثل خلايا جذعيه ونحط عليها BRB بلازما مسحوبه من نفس العينه علشان البلازما بتقوي الخلايا الدهنيه. لما نحط عليها بلازما تعيش مده اطول، تبقى حيويه اكتر، تكبر وتظهر معايا لو الست كانت كويس او غذت كويس او البنت شربت ميه كويس كانت خضروات وفاكهه وهذا النوع من التغذيه، تلاقي البلازما مع الخلايا الدهنيه اللي تشبه الخلايا الجذعيه تكبر، يعني تنمو 1 مللي، مش كمان عند حد الحقن اللي احنا حقناها بس. طيب النهارده هنشوف معانا عندنا هنا ايه منطقه الارداف متقسمه النهارده بنكبر المؤخره بحقن احنا بنركز قوي في المتزوجات وبالذات اللي خلفوا مره واثنين وثلاثه وتخنوا وخسوا وتخنوا وخسوا على حقن في التلت العلوي اللي هو ده. ليه بنركز قوي على الحقن في المنطقه دي؟ عشان الحقن في المنطقه دي بيعمل حاجتين، بيكبر الارداف ويرفعها لفوق. لان معظم السيدات بعد الجواز والرضاعه بيهملوا الرياضه ويهملوا الاهتمام بجسمهم، يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم انخفاض وهبوط. بيعمل ايه؟ في فيديو دلوقتي شغال لحقن الدهون لايف هنشوفه معايا، بصوا عليه كويس قوي اللي انا بشرحه ده. لما بنحقن الدهون في هذه المنطقه السقوط او ترهل الارداف بيتصلح زائد الحجم. يعني ايه؟ يعني السقوط لتحت لما بطلت تلعب رياضه زائد الحجم الفلات انا بعالجه في نفس العمليه، ان احنا بنحقن في التلت العلوي من منطقه الارداف بشكل هلالي. يعني ايه؟ يعني شبه القمر، اللي هو شكل القمر اللي هو هلالي. يبقى لما بنحقن الشكل الهلالي ده بيديني كونتور، برفع لفوق وبطلع لقدام مع النحت حواليه يديني مؤخرة. هي دي اللي بتبان في الفنانات زي كيم كارديشيان والفنانات المصريات ياسمين صبري واللي انتوا عارفينهم مريم فارس وخلافه. دول احنا لما بنحقنهم بالشكل ده بيبان حتى في المايو البيكيني ان المنطقة دي مشدودة. ليه؟ لان هي كانت قبل كده حصل لها ترهل وفضيت، فاحنا بنعالج الترهل والفراغ بحقن، بدل ما زمان كانوا بيعالجوه بالشد الجراحي. احنا النهارده ما بنستخدمش خالص طرق الشد الجراحيه في شد الارداف علشان دي اصبحت طريقه قديمه شويه. طيب ايه النقط السوداء اللي انا راسمها دي؟ كل السيدات لما تبص في المرايه مع تكرار انها ما بتلعبش رياضه، ولدت، اهملت في نفسها، خست وتخنت كتير على مدار السنين، خدت شويه مره حقن حديد اللي هو تقويه الانيميا، وخدت شويه حقن مضادات حيويه، وخدت شويه حقن منع حمل، وخدت شويه حقن فيتامينات ب مركب وغيره وغيره. فبيحصل مكان الحقن الموضعي ده بيحصل ان الجلد بيحصل له ديبريشنز، يعني منحنيات، انخفاض للداخل. الانخفاض ده انا مصوره هنا بالشكل النقط المدوره السوداء دي بنعمل فيها ايه؟ بنحقن سوبرفيشال بقى، بنحقن هنا، بنحقن ديب يعني في العمق، لما في دي بنحقن سوبرفيشال. ليه؟ علشان تملى فراغات كأني بحقن فيلر في الوش. يبقى الفراغات الصغيرة اللي داخلة للداخل دي بحقنها سوبرفيشال يعني سطحي، علشان اخلي سطح الجلد سموث، ناعم ومليان وممتلئ وفي نفس الوقت مشدود. وبحقن ديب، بحقن في العمق علشان ادي رسمة للارداف. اللي بعدها في رسمة غريبة هنا فيهم اللي هي معوجة دي، غالبا بتبقى في هذه المنطقة اللي هو النصف السفلي للخارج، في نغزة كده. في بعض السيدات والبنات اللي عندهم congenital anomaly بيبقوا مولودين بيها، هم ما لهمش ذنب ومش حقن، عشان ما فيش حاجة اسمها حقن على الناحيتين عملت نفس النغزة على الناحيتين، لا ده بيبقى عيب خلقي منذ الولادة. هتلاقي والدتها كده او عمتها او خالتها او والدها فيها النغزة دي. النغزة دي بتتعالج
معانا في نفس العملية ان احنا برضو بنحقن فيها دهون بطريقة معينة علشان نصلح النغزة اللي موجودة طبعا في الجنبين. طيب في حاجة علشان ما نهملهاش ونطنشها من الجنب هنا. المنطقة دي عند الأجانب طبعا التمثال ده معمول على أجنبي، على حاجة واحدة أجنبية، لكن المصريات لو هنعمل تمثال مصري هتلاقي الحتة دي عندها عالية لبره، يعني واخدة كيرف كده لبره. الكيرف لبره ده النهارده أصبح مطلب شعبي، اللي هو إيه؟ اللي هو رسمة إزازة الحاجة الساقعة اللي هي هند رستم زمان، والنهارده هتلاقوا في فنانات كتير عاملين الجسم بتاع هند رستم، ومارلين مونرو زمان برضو بتدي شكل. في فيديو دلوقتي شغال هنشوفه مع بعض لرسم منطقة الخصر اللي أنا بشرحه دلوقتي، اللي هو هند رستم زمان ومارلين مونرو زمان، واليومين دول هتلاقي ياسمين صبري، مريم فارس، أنا مش حافظ أسماء الممثلات قوي بس أنا بقول يعني أسماء المشاهير علشان تبصوا عليهم. الحتة دي لما بتكون منخفضة لجوه بنحتاج احنا كمان نديها برضو حقن دهون عن طريق الدهون المفلترة اللي حاطين عليها البي ار بي، البلازما الغنية بالصفائح الدموية، علشان نملى هذا الجزء. يبقى بنملى الجزء ده ونملى الجزء ده، تدي تدويرة من كل الجوانب. يعني ايه؟ يعني هنا برازيليان بط وهنا برازيليان هيبس اللي هي المنطقة دي اسمها هيبس اللي هو منطقة الحوض من الخارج. لما بنحقن في المنطقة دي دهون وبنحقن في المنطقة دي دهون، طبعا مش هنسيب المنطقة اللي بينهم اللي هي دي، طبعا لازم نحقن المنطقة دي اللي هي دي كمان. ليه؟ عشان تبقى ماشية مدورة كده، تبقى واخدة نص كورة، كأن بالظبط عملت باتوك اوجمنتيشن اللي كانوا بيتعمل بالسيليكون، بس بالدهون نقدر نرسمه احسن، لان السيليكون بيجي جاهز ما نقدرش نغير فيه ولا نحرك فيه، هو بيجي جاهز زي البريست اوجمنتيشن، زي تكبير الثديين. لكن حقن الدهون انا بتحكم في كميه الدهون، بتحكم في مكان الدهون، ممكن احقن هنا اكتر من الجنب، ممكن احقن في المنطقه اللي بين الارداف وبين الهبس كميه معينه عشان تدي الاستداره الكامله بتاعه نص الكوره. طبعا مع مراعاه ان المنطقه دي لتحت كده اهو لو فيها دهون انا بشفطها مع هذه المنطقه، يبقى المنطقه دي كلها كده اهو تتشفط، دي تتحقن، المنطقه المدوره اللي بينهم تتحقن، الاساسيه اللي هي دي الارداف الاساسيه دي تتحقن بتقنيه معينه. في مثلث هنا مهم جدا اللي هو ده ما بنحقنش فيه، ممنوع الحقن فيه، لان فيه حاجات مهمه جدا ما ينفعش نحقن فيه، وجماليا ما ينفعش يتحقن فيه لان هيضيع الاستداره، هيضيع الشكل المستدير، يعمله شكل مستطيل، وطبعا في الارداف ما ينفعش شكل مستطيل. لازم واحنا بنحقن نشفط منين؟ اتفقنا المنطقه الحمراء دي، والمنطقه هرسمها لكم بالاحمر علشان تبقى واضحه. المنطقه دي خدوا بالكم كل الاحمر ده ممكن يتشفط عشان يظهر المنطقه دي والمنطقه دي معانا. طيب في بعض السيدات بيبقى عندها في خلف الركبه هنا منطقه زي ايه؟ بيسموها زي المخده كده، تقعد تحس ان الحته دي بتبرز على الجنبين، وفي بين الركبتين هنا برضو المنطقه دي والمنطقه دي بنشفطهم علشان نخلي كل التركيز على منطقه الارداف، سواء الخلفيه او الجانبيه او ما بينهما اللي هي دي، علشان تديني الشكل الجمالي والرسم اللي انا ببحث عنه، اللي هو كأنه رسم تمثال لمارلين مونرو او تمثال لهند رستم او لياسمين صبري حديثا، علشان طبعا ممكن في بعض البنات الحلوين الصغيرين اللي عندهم 19 و20 سنه ما يعرفوش مين هند رستم. هنتكلم هنا دلوقتي عن المثلث ده. ايه اهميه المثلث ده؟ اهميه المثلث ده النغزتين دول مظهر من مظاهر الجمال، والانخفاض ده يشبه مثلث الثديين. احنا لما بنيجي نعمل تكبير الثديين وتيجي السيده او البنت تلبس فستان سهره مفتوح شويه، بيبين المثلث اللي هنا ده، هو الديكولتيه، المنطقه دي منطقه السبعه دي، احنا في سبعه زيها بالظبط اللي هي بين الارداف.
لازم برضو نرسم المنطقة دي اللي انا حددتها دلوقتي دي بنحت الدهون، بحيث لما انا احقن هنا المنطقة دي تبان انها كأنها مرسومة بنحت زي ما بننحت التماثيل الإغريقية والتماثيل الفرعونية. طبعا احنا عندنا أحسن من التماثيل الإغريقية، لكن هو كتب في كتب التجميل عن الفنانات الإغريقيات والرسم والجمال الإغريقي، لكن احنا الجمال المصري يطاغي، وبدليل ان نفرتيتي علامة من علامات جمعيات التجميل العالمية. نفرتيتي بتاعتنا اللي هو التمثال بتاعنا المشهور. احنا بنتكلم هنا عن تقنيات حديثة لحقن الدهون. بنستخدم ايه في التقنيات الحديثة؟ بنستخدم كانيولا شبهها كده. ليه معوجة كده؟ عشان اقدر احقن في الكيرفات، احقن كده في الكيرفات، علشان اخد الكيرف ده واقيسه كده، شايفين اهو الكيرف ده واقيسه كده واحقن من خلاله طبقات طبقات طبقات. طيب ما هو في كانت التقنية القديمة بنحتاجها، بس بنحتاجها نملى بيها. يعني لما نحقن هنا كده نملى لايرز، وبعدين اخر 2 لاير بحقنهم بحاجه زي دي. طبعا الكانيولا دي ليها اكتر من درجه، لان مش كل ست ليها نفس التقويصه دي او نفس الكيرف ده او نفس الزاويه دي، لا، في 15 درجه، في 30 درجه، في 45 درجه، في 90 درجه، علشان ارسم بيها طريقه النحت. طيب يا دكتور النهارده الجرح بتاع الحقن والجرح بتاع الشفط قد ايه؟ احنا الكانيولات بتاعتنا بتاعت الشفط بالسمك ده اهو على صباعي علشان تعرفوا السمك قد ايه. دي كانيولا من الكانيولات بتاعت الشفط، شفتوا قد ايه؟ ملي و2 من 10 او ملي و5 من 10، ملي ونص، اللي هي انبوبة القلم الجاف بتاعكم. لو بصينا فيها هتلاقيها ادخل من الانبوبة اللي انا ماسكها ديت. طيب المكان اللي انا بدخل منه علشان احقن منه فين؟ دايما بنلاقي في اماكن مستخبيه، زي تحت هنا صغير، خرم صغير، كانك خدتي حقنه عضل. هو لما بتاخدي حقنه عضل مكان دخول الابره بيبان؟ طبعا لا. فاحنا لما بندخل بالحقن بتاعتنا بالظبط كاننا بندي حقنه زي سن القلم، ما بيبانش ليها اثر خالص، ما بتبانش. بس في نقطه مهمه جدا، لازم الست بعد حقن الدهون تشرب ميه كويس قوي، 3 لتر ميه في اليوم او حسب وزنها. لو وزنها 70 كيلو تشرب 7 كوبايات، لو وزنها 60 كيلو تشرب 6 كوبايات ميه كبار. لازم ناكل 2 قطعه فاكهه يوميا، 6 قطعه خضروات ملون يوميا. ملون ليه؟ علشان مجموعه فيتامينات متعدده، كل لون من الوان الفاكهه وكل لون من الوان الخضار ليه فيتامين اكتر. يعني هتلاقي الفلفل الاصفر فيه فيتامين سي اعلى، الجرجير والخس هتلاقي فيه فيتامين أ أعلى. كل واحد فيهم طبعا فيهم كل الفيتامينات، بس في حاجات أعلى، في زنك أعلى، علشان الناس اليومين دول اللي بتخاف من الأمراض الفيروسات المنتشرة، لما تاكل خضروات كتير وفاكهة كتير مش هتجيلك أي حاجة، لأن المناعة هتعلى، ويفيدنا احنا في جمال البشر. كمان احنا زي ما بنحقن الأرداف بنحقن العرقوب من تحت. طبعا أنا يعني للأسف هجيب لكم كده بقية البتاع، بس طبعا مش واضح قوي. العرقوب اللي هي المنطقة ديت بنحقنها برضو في نفس عملية الحقن بتاعتنا. زائد ان احنا احيانا بنحتاج نحقن المنطقة بتاعت الوسط اللي هنا، لو هي رفيعة قوي نحيفة قوي ممكن نحقن فيها حاجات نظبط بيها زاوية الوسط عشان نعمل حرف السي. هنا ادي 3 حرف سي، حرف سي بين الظهر وبين الارداف اللي هو هنا اخره ده كده، حرف السي كده تلاقي الظهر عامل كده، وحرف السي اللي بره اللي هي الارداف، وفي حرف السي تاني اللي هو هنا اللي هو مش موجود في التمثال لان التمثال ده تمثال اجنبي، اللي هو هنا. يبقى دي حرف سي عامل كده اهو ادي حرف سي، وادي حرف سي او كده سي، وهنا حرف سي عامل كده اللي هو الظهر مقوس للداخل، شايفينها كويس؟ يبقى ده حرف سي الظهر عامل كده، وبعدين يرجع حرف سي هنا اهو عامل كده، وحرف سي معاكس ليه اللي هو كده، ما عشان تبقى نص كوره تبقى سي كده وسي كده، وحرف السي اللي هو هنا ده علشان ندي تقفيله بقيه الهبس او بقيه رسمه هند رستم وياسمين صبري. الرسمه اللي هي نازله على كيرف. ليه؟ لان الست غير الراجل عضلات، الست كيرفي،
العضلات حاده، الست ناعمه. فالنعومه دي لازم تبان في الجسم، تبان في الخصر، تبان في الظهر بين الظهر وبين الارداف، تبان في الارداف بس للخارج، تبان في الهبس او المنطقه دي للخارج، تبان في الثديين للخارج، تبان في الرقبه للداخل، تبان في الوش ونعومه الوش والخد حرف السي للخارج. يبقى احنا بنتكلم ان الست مجموعه من حرف سي، الراجل مجموعه من الملامح الحاده القويه المحدده، علشان الراجل لازم يدي شكل الرشيق الرياضي الضخم، عمرو دياب، محمد صلاح، عضلات. كل ده احنا بقينا نعمله النهارده في من 20 دقيقه ل 45 دقيقه في استخدام شفط ونحت الدهون بالفيزر رباعي الابعاد. وعلشان كده انا عمال ارسم واجيب التمثال كده واجيب التمثال كده، وزمان كنا بنرسم على سبوره، النهارده لازم نجيب تماثيل. انا ما نقدرش نجيب لايف ناس حقيقيه نتكلم عليهم، لكن بنحاول نجيب لكم عمليات حقيقيه. يبقى احنا النهارده بنتكلم عن رباعي الابعاد. رباعي الابعاد البعد الحركي، يمكن قلته في فيديو قبل كده. ثلاثي الابعاد ده التمثال. طب انا عايز احرك رجل التمثال كده وكده علشان اظهر العضله هنا واحقن في حته معينه. مع الانسان في اوضه العمليات بقدر اتحرك، عشان كده بندي بنج موضعي ومخدر موضعي علشان نقدر نحرك العضله ونحرك ظهر الست، نجيبها مره يمين ومره شمال عشان نعرف نحقن المناطق ديت. عشان كده بندي مخدر موضعي، وباكد اهو مخدر موضعي عشان نقدر نعمل البعد الرابع اللي هو عالي التحديد نحت دهون. عالي التحديد يعني ما بنسيبش ولا نقطه، الجلد على العضلات على طول. عالي التحديد ورباعي الابعاد علشان بنحرك فيه الجسم اثناء ما احنا بنحقن او اثناء ما احنا بنشفط، علشان عين الجراح هي اللي بتشتغل قبل ايده وقبل الاجهزه. عين الجراح مهمه جدا، ودايما جوه العمليات هتلاقوا الجراح عامل زي النحات والرسام، يحقن شويه وبعدين يرجع على اخر ترابيزه العمليات يبص من بعيد، وبعدين يلف من الناحيه الثانيه يبص من زاويه ثانيه، ويغير اتجاه النور علشان الريفليكشن بتاع الاضاءه يديله انا حقنت هنا كميه قد ايه معادله للكيرفيتشر ولا لا. وطبعا معاه معدات والات يمكن شفتوها قبل كده في فيديو على اليوتيوب والانستجرام اللي هي الات القياس. احنا بناخد الالات دي اثناء العمليه، هتلاقوا في الات كيرفات كده ومنحنيات علشان تتوافق مع اثناء العمليه. انا عايز اقيس الكيرف بالظبط زي لما بنيجي نعمل تجميل الانف. واحنا بنعمل تجميل الانف معانا برجل من نوع معين ومقياس من نوع معين ونضاره مكبره من نوع معين زي المنظار كده، علشان نقدر نوصل بيها لمستوى الاتقان ان ندي افضل ما عندنا للمريض اللي نايم واخد بنج موضعي، او المريضه اللي نايمه واخده بنج موضعي. بنعمل لها عالي التحديد، رباعي الابعاد، نحت دهون وحقن دهون باستخدام تقنيه البلازما او البي ار بي مع الدهون، علشان الدهون دي تعيش وتنمو وتكبر معايا وتديني الشكل اللي انا عاوزه بعد ما المريض يشعر بالاطمئنان ويشعر بالنتيجه الجميله. تبدا تبص في المرايه تحبي نفسك. هنخليكي باذن الله تحبي نفسك. خدي بالك من الجمله دي كويس قوي. هنخليكي تحبي تشوفي نفسك في المرايه بعد ما كنت بتتكسفي تقفي قدام المرايه وتتكسفي تبصي على شكلك وانت بتلبسي تقولي ايه الدفوهات دي، ايه العيوب دي. احنا هنخليكي تحبي نفسك في المرايه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كارديشيان النسخه الاجنبيه، ياسمين صبري النسخه المصريه. لما نيجي نتكلم عن ازاي توصل للمؤخره البرازيليه بنحت وشفط وحقن الدهون. طب ممكن توصل ازاي؟ ممكن توصل ان كل السيدات والبنات حلمهم حلم الفنانات سواء الاجانب او العربيات والمصريات. الحلم ده بيتحقق ازاي؟ بيتحقق ان حضرتك عندك دهون في البطن، دهون في الاجناب من ورا، دهون في البرا اريا، دهون في الخصر من قدام من الجنبين ومن قدامهم جزء منه من ورا، دهون في الفخدين حوالين الركبه، دهون في الفخدين من الامام. بناخد احنا الدهون دي عن طريق نحت الدهون باستخدام احدث الاجهزه، التراسونيك، الفيزر، البوليتايت، او
متنوع، يعني ممكن في العمليه الواحده نستخدم الثلاثه دول. والمكان اللي شفطنا منه دهون بنستخدم له حاجه اسمها الجي بلازما علشان نشد مكان الجلد في منطقه شفط ونحت الدهون. النهارده هنتكلم عن ازاي نرسم المؤخره البرازيليه اثناء عمليه نحت وشفط الدهون، ومعانا في الاعداد مجهزين لنا بعض الفيديوهات او بعض الموديلز اللي هتشوفوهم هتعجبكم قوي قوي. ايه الفيديوهات الحقيقيه لايف. بنتكلم دلوقتي عن ادي احنا جايبين لكم موديل تمثالي يعني عشان مش هنقدر نشرح على الحقيقه، فجايبين موديل. ايه الرسومات اللي انا راسمها دي؟ المنطقه المثلث الرئيسي اللي هو الاحمر مرسوم بالاحمر فوق هنا، الرسم اتمسح عشان ده وايت بورد. المثلث اللي فوق ده لوحده لما بننحته بيظهر اللاند مارك، العلامه الفاصله بين الظهر والارداف او بين الظهر والمؤخره. بيجي الظهر ماشي كده اللي هو العمود الفقري، وفوقيه العضلات وفوقيه الدهون. احنا بننحت الدهون فوق العضلات اللي في منطقه الظهر. طبعا الظهر هنا ناقص مش موجود في التمثال عشان نعرف نتعامل معاه ونمسكه. بننحت لغايه هنا وندخل دي لجوه، فتيجي يحصل زي نوع من انواع ستيبنج. انت ماشي 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 وبعدين فجاه حصل انحراف للخارج او انحناء للخارج اللي هو حرف سي لبره. يبقى دي اول لاند مارك. المثلث ده لما بننحته بيدي رسم كويس قوي للفرق اللي بين المؤخرتين من ناحيتين في النص. بيدي كمان علامه جماليه اخرى هعملها لكم بالقلم الاسود. هنا بتبقى فيه نغزه وهنا بتبقى فيه نغزه او غمزه يعني انخفاض للداخل. الغمزه اللي للداخل دي علامه من علامات الجمال، دايما نشوفها في عرضات الازياء والفنانات لما كانوا بيلبسوا زمان ظهر مكشوف في حفلات والسهرات بتاعه المناسبات زي مهرجان كان، مهرجان القاهره السينمائي، مهرجان الجونه. زي المهرجانات دي لما تشوفوا بالذات لما تبقى فنانه لابسه ظهر مكشوف تلاقي النغزتين دول باينين قوي في الظهر من ورا. في ايه تاني؟ في المنطقه اللي احنا خلصنا المؤخره كده، نتكلم عن المنطقه اللي تحتها اللي في الفخذ من تحت، اللي هي لو لابسه مايو بيكيني اخر المايو الخط الاسود المرسوم ده، المنطقه الحمراء اللي انا مظللها بالاحمر دي ومخططها كده. لما بننحت الحته دي يبقى انا بالظبط كاني عملت حاجه اسمها كونتراست. انا دخلت دي لجوه، دخلت دي لجوه، قامت دي اللي عين شافتها كانها طلعت لبره. انا لسه ما حقنتش دهون، انا بتكلم في الجزء الاولاني اللي هو نحت الدهون. اثناء العمليه بننحت دي بحيث نسويها ببقيه الايه الفخذ من الخلف، وننحت دي نسويها ببقيه الظهر من فوق. وطبعا ممكن ننحت الظهر عشان نعمل الخصر مع المنطقه دي تدي الكيرف الجانبي اللي هنا ده وده. لما بننحت دي والخصر من ناحيتين والمنطقه دي بتدي بروز غير مباشر وارتفاع للخارج منطقه الارداف. يبقى احنا كده عملنا تقريبا 50-60% من تكبير المؤخره من غير ما نحقن دهون. طيب نيجي بعد كده نعمل ايه؟ نحقن دهون. طبعا هنحقن دهون في المنطقه المدوره دي. معانا فيديو لتكبير المؤخره بما يتناسب يعني مع الشكل اللي الانثى جايه بيه او البنت او السيده جايه بيه. دي جايبينها منين؟ من نفس اديني زي ما احنا لو هي عندها ده المكان اللي ادي الفتحه الصغيره الخرم الصغير اللي احنا بنحقن فيه ده، بس ده اللي هنحقن منه هو اللي منخفض كل المؤخره وبما فيها المنطقه او لو عندها ركزوا معانا في صوره قبل وبعد. الصوره اللي على يمين الشاشه وانت قاعد دلوقتي دي صوره جعب بلاستر اهو لسه ما اتشالش. مكان الحقن بنحط بلاستر خفيف في الجرح ده لما يقفل ما بنشوفلوش اثر منخفضه. وده ده الكانيولا اللي هي يبقى احنا ايه عندنا 3 مناطق 1 مللي يعني 1 من 10 من السم شفتها من نفس المريضه. معانا فيديو لتكبير المؤخره. بناخد يعني امهات خلايا الدهون اللي هي تعادل او تماثل خلايا جذعيه ونحط عليها بي ار بي بلازما مسحوبه من نفس العينه علشان البلازما بتقوي الخلايا الدهنيه. لما نحط عليها بلازما تعيش مده اطول تبقى حيويه اكتر تكبر وتظهر معايا لو الست كانت كويس او غذت كويس او البنت شربت ميه كويس كانت خضروات وفاكهه
وهذا النوع من التغذيه تلاقي البلازما مع الخلايا الدهنيه اللي تشبه الخلايا الغذائيه تكبر سمكها يعني تنمو 1 مللي مش كمان عند حد الحقن اللي احنا من السنتي. طيب النهارده هنشوف احنا معانا عندنا هنا ايه منطقه الارداف متقسمه تلت بنكبر المؤخره بحقن. احنا بنركز قوي في المتزوجات وبالذات اللي خلفوا مره واثنين وثلاثه وتخنوا وخسوا وتخنوا وخسوا على حقن في التلت العلوي اللي هو ده. ليه بنركز قوي على الحقن في المنطقه دي؟ عشان الحقن في المنطقه دي بيعمل حاجتين، بيكبر الارداف ويرفعها لفوق. لان معظم السيدات بعد الجواز والرضاعه بيهملوا الرياضه ويهملوا الاهتمام بجسمهم، يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم انخفاض وهبوط. بيعمل ايه؟ في فيديو دلوقتي شغال لحقن الدهون لايف هنشوفه معايا، بصوا عليه كويس قوي اللي انا بشرحه ده. لما بنحقن الدهون في هذه المنطقه السقوط او ترهل الارداف بيتصلح زائد الحجم. يعني ايه؟ يعني السقوط لتحت لما بطلت تلعب رياضه زائد الحجم الفلات انا بعالجه في نفس العمليه ان احنا بنحقن في التلت العلوي من منطقه الارداف بشكل هلالي. يعني ايه؟ يعني شبه القمر اللي هو شكل القمر اللي هو هلالي. يبقى لما بنحقن الشكل الهلالي ده بيديني كونتور، برفع لفوق وبطلع لقدام مع النحت حواليه يديني مؤخرة. هي دي اللي بتبان في الفنانات زي كيم كارديشيان والفنانات المصريات ياسمين صبري واللي انتوا عارفينهم مريم فارس وخلافه. دول احنا لما بنحقنهم بالشكل ده بيبان حتى في المايوه البيكيني ان المنطقة دي مشدودة. ليه؟ لان هي كانت قبل كده حصل لها ترهل وفضيت، فاحنا بنعالج الترهل والفراغ بحقن بدل ما زمان كانوا بيعالجوه بالشد الجراحي. احنا النهارده ما بنستخدمش خالص طرق الشد الجراحيه في شد الارداف علشان دي اصبحت طريقه قديمه شويه. طيب ايه النقط السوداء اللي انا راسمها دي؟ كل السيدات لما تبص في المرايه مع تكرار انها ما بتلعبش رياضه، ولدت، اهملت في نفسها، خست وتخنت كتير على مدار السنين، خدت شويه مره حقن حديد اللي هو تقويه الانيميا، وخدت شويه حقن مضادات حيويه، وخدت شويه حقن منع حمل، وخدت شويه حقن فيتامينات ب مركب وغيره وغيره. فبيحصل مكان الحقن الموضعي ده بيحصل ان الجلد بيحصل له ديبريشنز، يعني منحنيات، انخفاض للداخل. الانخفاض ده انا مصوره هنا بالشكل النقط المدوره السوداء دي بنعمل فيها ايه؟ بنحقن سوبرفيشال بقى، بنحقن هنا بنحقن ديب يعني في العمق، اما في دي بنحقن سوبرفيشال. ليه؟ علشان تملى فراغات كأني بحقن فيلر في الوش. يبقى الفراغات الصغيره اللي داخله للداخل دي بحقنها سوبرفيشال يعني سطحي، علشان اخلي سطح الجلد سموث ناعم ومليان وممتلئ وفي نفس الوقت مشدود. وبحقن ديب، بحقن في العمق علشان ادي رسمه للارداف. اللي بعدها في رسمه غريبه هنا فيهم اللي هي معوجه دي، غالبا بتبقى في هذه المنطقه اللي هو النصف السفلي للخارج، في نغزه كده. في بعض السيدات والبنات اللي عندهم كونجينيتال انومالي بيبقوا مولودين بيها، هم ما لهمش ذنب ومش حقن، عشان ما فيش حاجه اسمها حقن على الناحيتين عملت نفس النغزه على الناحيتين. لا، ده بيبقى عيب خلقي منذ الولاده. هتلاقي والدتها كده او عمتها او خالتها او والدها فيها النغزه دي. النغزه دي بتتعالج معانا في نفس العمليه، ان احنا برضو بنحقن فيها دهون بطريقه معينه علشان نصلح النغزه اللي موجوده طبعا في الجنبين. طيب في حاجه علشان ما نهملهاش ونطنشها من الجنب هنا، المنطقه دي عند الاجانب طبعا التمثال ده معمول على اجنبي، على حاجه واحده اجنبيه، لكن المصريات لو هنعمل تمثال مصري هتلاقي الحته دي عندها عاليه لبره، يعني واخده كيرف كده لبره. الكيرف لبره ده النهارده اصبح مطلب شعبي، اللي هو ايه؟ اللي هو رسمه ازازه الحاجه الساقعه اللي هي هند رستم زمان، والنهارده هتلاقوا في فنانات كتير عاملين الجسم بتاع هند رستم. ومارلين مونرو زمان برضو بتدي
شكل في فيديو دلوقتي شغال هنشوفه مع بعض لرسم منطقة الخصر اللي أنا بشرحه دلوقتي، اللي هو هند رستم زمان ومارلين مونرو زمان، واليومين دول هتلاقي ياسمين صبري، مريم فارس، أنا مش حافظ أسماء الممثلات قوي بس أنا بقول يعني أسماء المشاهير علشان تبصوا عليهم. الحتة دي لما بتكون منخفضة لجوه بنحتاج احنا كمان نديها برضو حقن دهون عن طريق الدهون المفلترة اللي حاطين عليها البي ار بي، البلازما الغنية بالصفائح الدموية، علشان نملى هذا الجزء. يبقى بنملى الجزء ده ونملى الجزء ده، تدي تدويرة من كل الجوانب. يعني ايه؟ يعني هنا برازيليان بط وهنا برازيليان هيبس اللي هي المنطقة دي اسمها هيبس اللي هو منطقة الحوض من الخارج. لما بنحقن في المنطقة دي دهون وبنحقن في المنطقة دي دهون، طبعا مش هنسيب المنطقة اللي بينهم اللي هي دي، طبعا لازم نحقن المنطقة دي اللي هي دي كمان. ليه؟ عشان تبقى ماشية مدورة كده، تبقى واخدة نص كورة، كأن بالظبط عملت باتوك اوجمنتيشن اللي كانوا بيتعمل بالسيليكون، بس بالدهون نقدر نرسمه احسن، لان السيليكون بيجي جاهز ما نقدرش نغير فيه ولا نحرك فيه، هو بيجي جاهز زي البريست اوجمنتيشن، زي تكبير الثديين. لكن حقن الدهون انا بتحكم في كميه الدهون، بتحكم في مكان الدهون، ممكن احقن هنا اكتر من الجنب، ممكن احقن في المنطقه اللي بين الارداف وبين الهبس كميه معينه عشان تدي الاستداره الكامله بتاعه نص الكوره. طبعا مع مراعاه ان المنطقه دي لتحت كده اهو لو فيها دهون انا بشفطها مع هذه المنطقه، يبقى المنطقه دي كلها كده اهو تتشفط، دي تتحقن، المنطقه المدوره اللي بينهم تتحقن، الاساسيه اللي هي دي الارداف الاساسيه دي تتحقن بتقنيه معينه. في مثلث هنا مهم جدا اللي هو ده ما بنحقنش فيه، ممنوع الحقن فيه، لان فيه حاجات مهمه جدا ما ينفعش نحقن فيه، وجماليا ما ينفعش يتحقن فيه لان هيضيع الاستداره، هيضيع الشكل المستدير، يعمله شكل مستطيل، وطبعا في الارداف ما ينفعش شكل مستطيل. لازم واحنا بنحقن نشفط منين؟ اتفقنا المنطقه الحمراء دي، والمنطقه ارسمها لكم بالاحمر علشان تبقى واضحه. المنطقه دي خدوا بالكم كل الاحمر ده ممكن يتشفط عشان يظهر المنطقه دي والمنطقه دي معانا. طيب في بعض السيدات بيبقى عندها في خلف الركبه هنا منطقه زي ايه بيسموها زي المخده كده، تقعد تحس ان الحته دي بتبرز على الجنبين، وفي بين الركبتين هنا برضو المنطقه دي والمنطقه دي بنشفطهم علشان نخلي كل التركيز على منطقه الارداف سواء الخلفيه او الجانبيه او ما بينهما اللي هي دي، علشان تديني الشكل الجمالي والرسم اللي انا ببحث عنه، اللي هو كأنه رسم تمثال لمارلين مونرو او تمثال لهند رستم او لياسمين صبري حديثا، علشان طبعا ممكن في بعض البنات الحلوين الصغيرين اللي عندهم 19 و20 سنه ما يعرفوش مين هند رستم. هنتكلم هنا دلوقتي عن المثلث ده. ايه اهميه المثلث ده؟ اهميه المثلث ده النغزتين دول مظهر من مظاهر الجمال، والانخفاض ده يشبه مثلث الثديين. احنا لما بنيجي نعمل تكبير الثديين وتيجي السيده او البنت تلبس فستان سهره مفتوح شويه، بيبين المثلث اللي هنا ده ديكولتيه، المنطقه دي منطقه السبعه دي، احنا في سبعه زيها بالظبط اللي هي بين الارداف. لازم برضو نرسم المنطقه دي اللي انا حددتها دلوقتي دي بنحت الدهون، بحيث لما انا احقن هنا المنطقه دي تبان انها كانها مرسومه بنحت زي ما بننحت التماثيل الاغريقيه والتماثيل الفرعونيه. طبعا احنا عندنا احسن من التماثيل الاغريقيه، لكن هو كتب في كتب التجميل عن الفنانات الاغريقيات والرسم والجمال الاغريقي، لكن احنا الجمال المصري يطاغي، وبدليل ان نفرتيتي علامه من علامات جمعيات التجميل العالميه، نفرتيتي بتاعتنا اللي هو التمثال بتاعنا المشهور. احنا بنتكلم هنا عن تقنيات حديثه لحقن الدهون. بنستخدم ايه في التقنيات الحديثه؟ بنستخدم كانيولا شبهها كده،
ليه معوجه كده؟ عشان اقدر احقن في الكيرفات، احقن كده في الكيرفات، علشان اخد الكيرف ده واقيسه كده، شايفين اهو الكيرف ده واقيسه كده واحقن من خلاله طبقات طبقات طبقات. طيب ما هو في كانت التقنيه القديمه بنحتاجها، بس بنحتاجها نملى بيها. يعني لما نحقن هنا كده نملى لايرز، وبعدين اخر 2 لاير بحقنهم بحاجه زي دي. طبعا الكانيولا دي ليها اكتر من درجه، لان مش كل ست ليها نفس التقويصه دي او نفس الكيرف ده او نفس الزاويه دي، لا، في 15 درجه، في 30 درجه، في 45 درجه، في 90 درجه، علشان ارسم بيها طريقه النحت. طيب يا دكتور النهارده الجرح بتاع الحقن والجرح بتاع الشفط قد ايه؟ احنا الكانيولات بتاعتنا بتاعت الشفط بالسمك ده اهو على صباعي علشان تعرفوا السمك قد ايه. دي كانيولا من الكانيولات بتاعت الشفط، شفتوا قد ايه؟ ملي و2 من 10 او ملي و5 من 10، ملي ونص، اللي هي انبوبه القلم الجاف بتاعكم. لو بصينا فيها هتلاقيها ادخل من الانبوبه اللي انا ماسكها ديت. طيب المكان اللي انا بدخل منه علشان احقن منه فين؟ دايما بنلاقي في اماكن مستخبيه، زي تحت هنا صغير، خرم صغير، كانك خدتي حقنه عضل. هو لما بتاخدي حقنه عضل مكان دخول الابره بيبان؟ طبعا لا. فاحنا لما بندخل بالحقن بتاعتنا بالظبط كاننا بندي حقنه زي سن القلم، ما بيبانش ليها اثر خالص، ما بتبانش. بس في نقطه مهمه جدا، لازم الست بعد حقن الدهون تشرب ميه كويس قوي، 3 لتر ميه في اليوم او حسب وزنها. لو وزنها 70 كيلو تشرب 7 كوبايات، لو وزنها 60 كيلو تشرب 6 كوبايات ميه كبار. لازم ناكل 2 قطعه فاكهه يوميا، 6 قطعه خضروات ملون يوميا. ملون ليه؟ علشان مجموعه فيتامينات متعدده، كل لون من الوان الفاكهه وكل لون من الوان الخضار ليه فيتامين اكتر. يعني هتلاقي الفلفل الاصفر فيه فيتامين سي اعلى، الجرجير والخس هتلاقي فيه فيتامين أ اعلى. كل واحد فيهم طبعا فيهم كل الفيتامينات، بس في حاجات اعلى، في زنك اعلى، علشان الناس اليومين دول اللي بتخاف من الامراض الفيروسات المنتشره، لما تاكل خضروات كتير وفاكهه كتير مش هتجيلك اي حاجه، لان المناعه هتعلى. ويفيدنا احنا في جمال البشره. كمان احنا زي ما بنحقن الارداف بنحقن العرقوب من تحت. طبعا انا يعني للاسف هجيب لكم كده بقيه البتاع، بس طبعا مش واضح قوي. العرقوب اللي هي المنطقه ديت بنحقنها برضو في نفس عمليه الحقن بتاعتنا. زائد ان احنا احيانا بنحتاج نحقن المنطقه بتاعت الوسط اللي هنا، لو هي رفيعه قوي نحيفه قوي ممكن نحقن فيها حاجات نظبط بيها زاويه الوسط عشان نعمل حرف السي. هنا ادي 3 حرف سي، حرف سي بين الظهر وبين الارداف اللي هو هنا اخره ده كده، حرف السي كده تلاقي الظهر عامل كده، وحرف السي اللي بره اللي هي الارداف، وفي حرف سي تاني اللي هو هنا اللي هو مش موجود في التمثال لان التمثال ده تمثال اجنبي، اللي هو هنا. يبقى دي حرف سي عامل كده اهو ادي حرف سي، وادي حرف سي او كده سي، وهنا حرف سي عامل كده اللي هو الظهر مقوس للداخل، شايفينها كويس؟ يبقى ده حرف سي الظهر عامل كده، وبعدين يرجع حرف سي هنا اهو عامل كده، وحرف سي معاكس ليه اللي هو كده، ما عشان تبقى نص كوره تبقى سي كده وسي كده. وحرف السي اللي هو هنا ده علشان ندي تقفيله بقيه الهبس او بقيه رسمه هند رستم وياسمين صبري. الرسمه اللي هي نازله على كيرف. ليه؟ لان الست غير الراجل، الراجل عضلات، الست كيرفي، العضلات حاده، الست ناعمه. فالنعومه دي لازم تبان في الجسم، تبان في الخصر، تبان في الظهر بين الظهر وبين الارداف، تبان في الارداف بس للخارج، تبان في الهبس او المنطقه دي للخارج، تبان في الثديين للخارج، تبان في الرقبه للداخل، تبان في الوش ونعومه الوش والخد حرف السي للخارج. يبقى احنا بنتكلم ان الست مجموعه من حرف سي، الراجل مجموعه من الملامح الحاده القويه المحدده، علشان الراجل لازم يدي شكل الرشيق الرياضي الضخم، عمرو دياب، محمد صلاح، عضلات
كل ده احنا بقينا نعمله النهارده في من 20 دقيقه ل 45 دقيقه في استخدام شفط ونحت الدهون بالفيزر رباعي الابعاد. وعلشان كده انا عمال ارسم واجيب التمثال كده واجيب التمثال كده، وزمان كنا بنرسم على سبوره، النهارده لازم نجيب تماثيل. انا ما نقدرش نجيب لايف ناس حقيقيه نتكلم عليهم، لكن بنحاول نجيب لكم عمليات حقيقيه. يبقى احنا النهارده بنتكلم عن رباعي الابعاد. رباعي الابعاد البعد الحركي، يمكن قلته في فيديو قبل كده. ثلاثي الابعاد ده التمثال. طب انا عايز احرك رجل التمثال كده وكده علشان اظهر العضله هنا واحقن في حته معينه. مع الانسان في اوضه العمليات بقدر اتحرك، عشان كده بندي بنج موضعي ومخدر موضعي علشان نقدر نحرك العضله ونحرك ظهر الست ونجيبها مره يمين ومره شمال عشان نعرف نحقن المناطق ديت. عشان كده بندي مخدر موضعي، وباكد اهو مخدر موضعي عشان نقدر نعمل البعد الرابع اللي هو عالي التحديد نحت دهون. عالي التحديد يعني ما بنسيبش ولا نقطه، الجلد على العضلات على طول. عالي التحديد ورباعي الابعاد علشان بنحرك فيه الجسم اثناء ما احنا بنحقن او اثناء ما احنا بنشفط، علشان عين الجراح هي اللي بتشتغل قبل ايده وقبل الاجهزه. عين الجراح مهمه جدا. ودايما جوه العمليات هتلاقوا الجراح عامل زي النحات والرسام، يحقن شويه وبعدين يرجع على اخر ترابيزه العمليات يبص من بعيد، وبعدين يلف من الناحيه الثانيه يبص من زاويه ثانيه، ويغير اتجاه النور علشان الريفليكشن بتاع الاضاءه يديله انا حقنت هنا كميه قد ايه معادله للكيرفيتشر ولا لا. وطبعا معاه معدات والات يمكن شفتوها قبل كده في فيديو على اليوتيوب والانستجرام اللي هي الات القياس. احنا بناخد الالات دي اثناء العمليه، هتلاقوا في الات كيرفات كده ومنحنيات علشان تتوافق مع اثناء العمليه. انا عايز اقيس الكيرف بالظبط زي لما بنيجي نعمل تجميل الانف. واحنا بنعمل تجميل الانف معانا برجل من نوع معين ومقياس من نوع معين ونضاره مكبره من نوع معين زي المنظار كده، علشان نقدر نوصل بيها لمستوى الاتقان ان ندي افضل ما عندنا للمريض اللي نايم وواخد بنج موضعي او المريضه اللي نايمه واخده بنج موضعي. بنعمل لها عالي التحديد، رباعي الابعاد، نحت دهون وحقن دهون باستخدام تقنيه البلازما او البي ار بي مع الدهون، علشان الدهون دي تعيش وتنمو وتكبر معايا وتديني الشكل اللي انا عاوزه بعد ما المريض يشعر بالاطمئنان ويشعر بالنتيجه الجميله. تبدا تبص في المرايه تحبي نفسك. هنخليكي باذن الله تحبي نفسك. خدي بالك من الجمله دي كويس قوي. هنخليكي تحبي تشوفي نفسك في المرايه بعد ما كنت بتتكسفي تقفي قدام المرايه وتتكسفي تبصي على شكلك وانت بتلبسي تقولي ايه الدفوهات دي، ايه العيوب دي. احنا هنخليكي تحبي نفسك في المرايه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كارديشيان النسخه